السلام عليكم. الاسبوع اللي فات انتشر فيديو لحد من مشاهير السوشيال ميديا بيتكلم فيه عن علاقة الناس بربنا في رمضان، بس هو اتكلم عن الموضوع بطريقة غلط، فعك شويتين 3 4 وقال كلام ما ينفعش يتقال. وطبعا الفيديو عجب ناس كتير جدا وانتشر ما بين ناس كتير جدا وعجبهم الكلام ده جدا، بس محدش خد باله ان الكلام ده غلط جدا. فتعالوا الاول نشوف الفيديو مع بعض وبعد كده نشوف ايه الكلام الغلط اللي فيه. هات اخر الشمال، بس سيب اي حاجه معاه، سيب اي حاجه مع ربنا. فرض. هو بادئ كلامه هنا في المقطع بيقول لك هات اخر الشمال بس سيب اي حاجة مع ربنا. لا، ما تجيبش اخر الشمال وهات كل حاجه مع ربنا. يعني انت ليه تقول لي هات اخر الشمال؟ انت من غير ما تقول هي ناس بتجيب اخر الشمال، انت المفروض بقى تقول له ارجع بقى من اخر الشمال ده وتعالى بقى خش في اليمين، هات اخر اليمين شويه. فما تجيبش اخر الشمال ولا حاجه، ارجع من الطريق اللي انت فيه لطريق ربنا سبحانه وتعالى، عشان الطريق اللي انت فيه طريق شمال. يعني الناس اللي بتيجي بقى في رمضان، انت جاي تستشيخوا في رمضان؟ ايوه، ما هو ده الشهر اللي لازم احكها فيه في اي حاجه توديني الجنه. امال امتى؟ والناس اللي ما بتصليش الا في رمضان، صلي في رمضان غير في رمضان، صلي، بس دي اسمها صلاة، ما اسمهاش ان انا احكها في اي حاجة ادخل بها الجنة. الكلام ده يعني لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يليق في حق الصلاة اصلا، ولا يليق في حق اي انسان. ما ينفعش يتقال في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. احنا عارفين كويس كلمة حكها دي بتتقال على ايه وبتتقال امتى. ما ينفعش بقى استخدمها وانا بتكلم عن علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. هحكها في مين يعني وهحكها ازاي؟ عيب عيب، الكلام ده ما ينفعش يتقال، غلط. صح ان انا اصلي في اي وقت طبعا، في رمضان في غير رمضان، المهم ان انا اقرب من ربنا، المهم ان انا اصلي. بس دي اسمها ايه؟ ان انا تبت، ان انا قربت من ربنا، مش ان انا بحكها في اي حاجه تدخلني الجنه. يعني ربنا عامل حجه للناس عشان لما كلهم يروحوا يصلوا محدش يتنمر على حد وانتوا تستكبروا. ربنا عامل شهر عشان انت مخايش طول السنه وحاسس ان الدنيا باظت عليك، فربنا عامل لك زي ايه؟ طب انا عامل مراجعه نهائيه. وبعدين ايه انا عامل مراجعه نهائيه؟ ايه دي؟ إيه المراجعه النهائيه دي؟ رمضان بس مش شهر. يعني بص، مش لازم نقول كلام كاجوال، كلام بيس، كلام شكله حلو عشان اوصل المعلومه. لا، انا اقول الكلام، اقول كلام عادي. ايه المشكله لما اقول رمضان شهر المغفره والرحمه والعتق من النار، مش رمضان شهر المراجعه النهائيه؟ مش لازم اقول كده عشان ابقى قايله بطريقه بيس وحلوه وكاجوال وتعجب الناس. في الشياطين شياطين يلا اربط، فاهم؟ مفيش شياطين يلا اربط. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ هو جعفر العمده لم عيله فتح الله وبيربطهم. ايه مفيش شياطين يلا اربط دي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده قرآن وسنة، المفروض نتعامل معاه ونقوله وننقله بأدب أكتر من كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان صفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين. مش الشياطين يلا اربط، مش عصابة هي ومقفوشة وبتتربط. فتلاقي ناس لسه بتعمل غلط. ايوه، روح امك بقى، ده الكبير اللي بيقول لك ان ده انت مش الشيطان. يعني يا روح أمك دي، احنا اصلا بنتكسف نقولها لبعض قدام بعض، ما بيننا وبين بعض. في بعض الناس بتحسبها شتيمه، فعشان كده تجنبنا نقولها وبنتكسف نقولها لبعض. فاجي انا اقولها كده للناس يا روح امك كده في فيديو، بقول لكل يا روح امك. انت كده بتشتم الناس يعتبر. يعني الناس اللي معتقده ان دي شتيمه انت كده بتشتمهم. وانا والله لحد دلوقتي ما عارف هي دي شتيمه ولا لا. احنا كنا لما العيال يشتمونا في المدرسه يقول لي يا روح امك، نقول له ما تشتمش، يقول لها ما بشتمش، مش هو انت روح امك، ويقعدوا بيشتغلونا. برضه ما عرفناش لحد دلوقتي هي شتيمه ولا لا. فما ينفعش نقولها، ما ينفعش بنتكلم مع ناس في الفيديو اقول له يا روح امك، ما ينفعش. هي جت على الصلاة دي، ايوه جت على الصلاة دي. ايوه يا عم، ده زر انا ما بصليش، بس انا ما بصليش مع رمضان. يصلي في رمضان، صوم. عارف والله العظيم في ناس قلت لها كده النهارده، الناس كوادر ملهمه في التبليغ والدعوه المصريه، بيلفوا يساعدوا ناس ومشايخ. ايوه، قلت لها ايه بقى؟ الناس الكوادر في التبليغ والدعوه الاسلاميه في مصر دي، اللي بيلفوا يساعدوا مشايخ. ايه النصيحه بقى اللي انت قلتها لهم فبقوا من ساعتها كوادر في الدعوه الاسلاميه؟ سمعنا. حد الشخص ده انا مستأذنه في ان انا اقول حاجه زي كده. انا قلت له ايه؟ والله العظيم بقول لك يا معلم، صوم الظهر. سنة الظهر صباح الفل. صوم للظهر صباح الفل، ما يشغلكش. ايه ده؟ ايه ده؟ اصوم للظهر ازاي؟ ما ينفعش. صوم للظهر دي احنا بندرب عليها الاطفال اللي لسه ما بلغوش الحلم، علشان لما يكبروا ويبلغوا الحلم ويجري عليهم القلم يصوموا اليوم كله. انما اصوم لحد الظهر دي ما ينفعش اقولها لشخص بالغ. انت
اصل الصيام ده مش حاجه هتعود نفسك عليها عشان اجي اقول لك في رمضان صوم لحد الظهر. اعمل كده في النافله، يعني قبل رمضان صوم، ولو ما قدرتش تكمل اليوم افطر. انما في رمضان ما ينفعش، رمضان فرض لازم تصومه كله. هو ينفع تصلي العصر ركعتين وتقول مش احسن ما اصليش خالص؟ لا، الاتنين مش احسن لا دي حلوه ولا دي حلوه، ولا انك ما تصليش العصر خالص حلوه، ولا انك تصلي العصر ركعتين بس حلوه. كذلك في رمضان، ولا انك ما تصومش خالص حلوه، ولا انك تصوم لحد الظهر حلوه. لا دي حلوه ولا دي حلوه، دي حرام ودي حرام. حلو انك تنصح الناس بس النصيحه مش حلوه ولا طريقتها حلوه، يعني النصيحه غلط، وطريقه القاء النصيحه او طريقه عرض النصيحه او طريقه سرد النصيحة غلط. الاتنين غلط، والاتنين ما ينفعش تعملهم. الكلام حرام وعيب، عيب نقوله للناس. يعني ايه هروح اقول لواحد حكها عشان تخش الجنة؟ يحك ايه؟ عيب. وبعدين ارجع اقول له صوم للظهر؟ خلاص بقى، احنا كنا بيبيهات واحنا بنعمل كده، كنا بنصوم للظهر عشان كنا اطفال كيدز. انما احنا دلوقتي كبرنا بلغنا، ما ينفعش نصوم لحد الظهر، خلاص كبرنا. ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب. فيا ريت تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل للناس اللي مشيره الفيديو التاني، عشان يعرفوا ان الكلام ده مش صح ولا ينفع يتقال وغلط اصلا حتى، ولا ينفع يتقال ولا ينفع يتطبق. فاتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. وبس كده يا سيدي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.